ينفقها في الهدف اللي اتحط له. يعني لما نحط 10 مليون جنيه في الميزانيه لمستشفى العريش، ما ينفعش ان احنا مستشفى ما فيهوش جهاز اكسجين مركزي. يعني كنت موجود في العريش وقت ما كان في اللي هو عربيه العساكر اللي كانوا راجعين واتقلبت في الكونتيلا ومات فيها 30 عسكري مثلا، لان كانوا عدد كبير من العساكر، ما كانتش حتى عمليه ارهابيه ولا حاجه. العربيه النقل الكبيره العساكر متشونه فيها كده وراجعين، وكان في مطره العربيه اتقلبت في جرف كبير يعني، فخدوهم على العريش. فما ينفعش ان العسكري يوصل مستشفى العريش لسه فيه الروح ويموت عشان ما فيش جهاز اكسجين مركزي. فلما اسال، انا ساعتها كنت في جهاز تلميذ سنه، فلما اسال مدير المستشفى اقول له طب انتوا عندكم 10 مليون جنيه ميزانيه السنه دي لتجديد مستشفى العريش، مش قادرين تجيبوا جهاز اكسجين مركزي ب 600 700 الف جنيه؟ قال لي يا فندم اصل البند اللي جاي عشان نجدد السيراميك والرخام ومش عارف ايه والحاجات دي في المستشفى. قلت له يعني انتوا عايزين الراجل اللي روحه تطلع في حته شرحه يعني، تبقى يعني